اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من كل بلاد اكله، وبرحب بكل المشاهدين اللي بيتابعونا النهارده معاكم لمده ساعه ان شاء الله على الهواء. طبعا في انتظار كل حلقاتكم وكل اتصالاتكم واستفساراتكم على الارقام تظهر معانا حالا على الشاشه. النهارده اطباقنا لذيذه وخفيفه، هي من المطبخ العراقي. هنعمل النهارده محشي الظلمه بس على الطريقه العراقي، وهنعمل كمان زنود الست، وهنعمل كمان كباب عراق. اطباق كلها طعمها لذيذ وطعمها حلو ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هنعمل المحشي، خلينا بقى نغير شويه في الطريقه التقليديه ونجرب هم بيضيفوا ايه. واكيد في ناس على فكره ممكن تكون بتضيف نفس المكونات بس مش عارفه ان دي على الطريقه العراقيه. طيب اول حاجه هيكون عندي بتنجان ابيض واسود حوالي كيلو تقريبا، يعني الاثنين هيكونوا كيلو. عندنا كمان كوسه حوالي نص كيلو. عندنا فلفل رومي ممكن ربع او نص. خلاص. عندنا كمان بصل، اللي حابب يحشي بصل، حابب يحشي طماطم، اي حاجه براحتكم. نيجي بقى للحشو اللي هيتحط جوه البتنجان ده. الحشو ده يكون عندي عباره عن 2 بصله مفرومه، وعندي كمان نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي حوالي كوبايه ونص او كوبايتين من الرز. هو المفروض رز بسمتي بس انا بحس انه اطعم اكتر بالرز المصري، فحاولوا يعني لا عايز يجرب رز بسمتي او رز مصري، بس هو حلو قوي بالرز المصري. طيب وعندي بقدونس، وعندي كزبره خضراء، عندنا كمان معلقتين من دبس رمان، عندنا بشر 2 طماطم، عندنا حوالي 4 معالق من معجون الطماطم، عندي كمان معلقتين من دبس الرمان و3 فصوص من الثوم، وعندي حبهان ملح فلفل قرفه وكاري. تعالوا نقول المقادير مره ثانيه، والمقادير هتنزل معانا حالا على الشاشه. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، حوالي كوبايتين او كوبايه ونص من الرز المصري او البسمتي، عندنا 2 بصله كبيره، عندنا حوالي 4 معالق من معجون الطماطم، عندي بقدونس وكزبره، اللي حابب بقدونس بس او كزبره بس براحتكم. قلنا بشر الطماطم خلاص، معلقتين من دبس الرمان، 3 فصوص من الثوم، عندي قرفه، عندي نعناع، عندي حبهان، ملح وفلفل وكاري. تعالوا بقى نقلب كل المكونات معايا مع بعض، وكمان 3 معالق من الزيت. ننزل هنا كده بالزيت. اوكي. وننزل كمان البصل. احنا عارفين ان المحشي دايما بنكتر فيه البصل بيكون طعمه اظرف كتير. طيب وعندنا هنا بشر الطماطم، وعندي البقدونس والكزبره، اوكي خلي دي الطبق تاني. طيب وعندي هنا نعناع، وعندي حوالي فصين 3 من الثوم، قرفه، بهارات وملح وفلفل وكاري وفلفل، اللي حابب بقى شويه كمون شويه كزبره برضو مش هتقول لا. اوكي. ملح كمان. بحاول طبعا اظبط بقى ان انا عندي لحمه وعندي رز وعندي دبس رمان، فاحاول اظبط كميه الملح، يعني تاخد تقريبا حوالي معلقه صغيره. حبهان خلاص، ودبس رمان. نخلي دي هنا للوصفه دي. هقلب كده المكونات دي مع بعض، وبعد كده هننزل عليها بالرز. لو رز بسمتي هنقعه 10 دقايق، لو رز مصري بغسله وبضيفه على طول على الوصفه. خلاص اهي. اقلب كده كل المكونات مع بعض. للي حابب يعمل الحشوه زي ما هي كده بدون اي اضافات رز خالص ممكن جدا. اللي حابب يقلل كم الرز او ان هو يكتره شويه برده ممكن. كم الخضروات ممكن اكترها او اقللها برده ممكن اهي. احنا عارفين طبعا كل بيت المحشي بتاعه مختلف عن التاني. ناس بتحب تزود كزبره، ناس تحب تقلل، ناس بتحب تزود البصله، ناس بتحب تقلل البصله شويه، ناس بتحب تكتر الطماطم، لا بيعملوها ني في ني، طب في حد بيعملها مسبك. فعشان كده هتلاقوا ان كل محشي في كل بيت مختلف عن البيت التاني. بس دايما بيتفضل بيت واحد في العيله كلها هو اللي المحشي كله يعني الناس كلها متفقه عليه. طيب نقلب كده المكونات دي مع بعض. ايه بقى الشوربه اللي انا هنزل بيها على المحشي ده؟ هي حاجه من الاثنين، ميه او شوربه. عندي شوربه فراخ، عندي شوربه لحمه، حابين ميه بس ممكن قوي. هتكون عباره عن لتر ميه
عليها بشر طماطمايه وعليها معلقه من معجون الطماطم. احنا نسينا اصلا نحط معجون الطماطم. خلاص عليها معجون طماطم وبشر طماطم، وعليها كمان معلقتين من دبس رمان. طيب ما عنديش دبس رمان ممكن شويه من التمر هندي. ما عنديش تمر هندي وما عنديش رمان، ممكن اجيب اللومي اللي هو بتاع الليمون المجفف الاسود اللي هو بتاع الكبسه، بطحنه واخد رشه بسيطه قوي منه على الوصفه بتاعتي. خلاص طبعا احنا محضرين على النار، سايبينه على نار هاديه، ولعنا عليه كده من شويه المحشي وعلى نار هاديه كده، يعني عقبال ما نخلص يكون استوى معانا. اهو بقلب كل المكونات عندي مع بعض، اللحمه والرز والخضروات والتوابل وكل حاجه. نشيل بقى الحاجات اللي احنا مش عايزينها خليها هنا. طيب يبقى انا عندي كده ايه، عندنا كوسه وعندنا فلفل وعندنا بتنجان ابيض وبتنجان كمان اسود. زي ما قلت لكم اللي حابب طماطم، اللي حابب كمان في نفس الحشوه دي في الورق عنب بتبقى رائعه حقيقه، بس ما لقيتش ورق عنب، كان نفسي اكمل بقيه التشكيله يعني بس ما لقيتش ورق عنب. طيب نلم دي هنا كده. تعالوا نشوف كده لو احنا طيب عايزين نعمل محشي بصل. بجيب بصلايه خلاص بشيل جزء منها من فوق وجزء منها من تحت، وابتدي اجيب عندي كده ايه سكينه خلاص، وابتدي اجي افتحها كده هنا بالطول. خلاص افتحها هنا عندي كده بالطول بس مش اكتر، واسيبها 10 دقايق عندي في طبق فيه ميه، وبعدين ابتدي واحده واحده كده احاول ان انا افصل. بصوا اهي فصلت معايا بالشكل ده. اوكي يبقى احنا بعد ما نضفنا البصلايه من فوق ومن تحت عملت بس خط بالطول خلاص، بس خط عميق شويه، وبعدين سبتها عندي في طبق فيه ميه 10 دقايق اهي. بصوا بتطلع بقى ايه الواحده كده بتبقى سليمه، بس طبعا برضو نبقى بالراحه عليها علشان ما تتكسرش معانا. وبيتفضل بقى الجزء اللي جوه ده هعمل ايه، هرميه؟ لا هو ده اللي انا هفرمه واضيفه عندي في الوصفه بتاعتنا. خلاص اهي دي اصلا 2، خلينا ناخد الثانيه السليمه. يعني هي في الغالب بتشيلي حوالي ورقتين 3 4 بكتير مش اكتر من كده، والباقي اللي جوه بنلاقيه اما مفصول لوحده او ما ينفعش اصلا يطلع لي ورقه. خلاص اهي بالشكل ده. طيب معانا تليفون. مدام نجاة ازيك؟ الو ازيك يا مدام بس؟ ازيك يا ست الكل؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ بخير يا حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبتي، شكرا. بس ليا كام سؤال عند حضرتك. تحت امرك اتفضلي. بالنسبه لحضرتك انا شفت في السوق طقم حلل اللي هو الجرانيت. اوكي ده صحي حضرتك ولا هو زيه زي الالومنيوم؟ لا طبعا صحي جدا. يعني انا كنت ناويه اجيبه بس خايفه اجيبه، قلت مثلا حضرتك الاول يعني دوت ممكن لو الاكل فضل فيه عادي. الجرانيت حلو جدا لانه ولا مو اطبخ فيه وانقله في حاجه تانية؟ لا عادي ممكن تسيبيه فيه ان هو اصلا طبيعي. والله يعني حلو واطمن يعني واجيبه. ما تقلقيش. طيب مبروك مقدما يعني. الله يخليكي يا مدام بسمه. طب بس حضرتك كنت عملتي مره البسكوت الدايجست. بس كنت حضرتك عاملاه من فتره في قناه تانية، وكنت حاطه له برتقان، عصير برتقان، وحضرتك قلتي ان هو هشش جدا وحلو. انا عايزاه بقى بالطريقه دي. طيب يعني انا عايزاه يبقى اكتر للدايت، لان انا بعمل دايت وعايزه اعمله ويبقى اكتر للدايت. وهل هو ممكن اكل منه الاطفال؟ طبعا. يعني انا عندي 12 سنه وكده طبعا ياكلوا منه عادي جدا، ما يبقاش يعني هيبقى صحي اكيد يعني. طبعا. ماشي يا مدام بسمه. طب بالنسبه الريحان اللي انا زرعاه في البيت، اوكي، ممكن استعمله ولا غلط؟ لا تستعمليه عادي مفيش مشكله، بس يعني هو بيبقى طعمه شويه ضعيف عن عن اللي في السوبر ماركت. يعني هو لكن هو كمان ناحيه صحيه ما فيهوش مشاكل. اصل دي طبعا اعشاب طبيعيه انت زرعاها. لان انا حاطاه عندي، هو انا البلدي بتاعنا اللي هو انا حاطاه في البلكونه يعني. فهميكي. فطالع حلو وجميل وكده، بس انا بخاف استعمله، يعني بخاف اخد منه البيت لحاجات كده. لا عادي ولا يهمك. الله يخليك، شكرا. ليكي اي سؤال تاني؟ تسلم ايديكي. بشكرك جدا. انا بعمل حاجات والله من حضرتك كتير، عملت خليه النحل كانت تحفه. ميرسي ليكي وتسلم ايدك طبعا.
بشكرك جدا مدام نجاة. طبعا انا بكون مبسوطه جدا بجد ما بتجربوا الوصفات وبتنجح معاكم. حاجه طبعا بتكون بتساعدني اكيد. بصوا احنا هنا بنحشي اهو البتنجان وحشينا الكوسه. طبعا بنفرغ القلب اللي جوه كويس جدا وبشويش قوي. طبعا بيفضل بقى طبعا في المحشي والحاجات دي انها تكون صغيره. فاكرين في مره عملنا وصفات بالكوسه الكبيره، بس لا في وصفات بقى يعني لا لازم تكون الاحجام شكلها صغير. طبعا كميه الحشو اللي انا عاملاها دلوقتي دي بتكفي المقدار اللي هو مكتوب عندنا، اللي هو كيلو بتنجان وحوالي نص كيلو من الكوسه ونص كيلو من الفلفل واوراق كمان البصل، وكمان ممكن يكمل لينا لطماطم للي حابب. خلاص، لكن انا دلوقتي عامله جزء صغير علشان احنا اوريدي مجهزين اصلا معانا من قبل الهوا. طيب انا اهو بحشي، وبصوا يعني ما بخليهاش للاخر. تعالوا كده نشوف مع بعض. احنا سايبين كده حوالي سنتي كده معانا فاضي خلاص، لان هي لما بنيجي نسقيها بعد كده وبتطلع يعني بتطلع كمان مش على الحار، فاكتر كمان من الحار، فكل ده بيقع عندي خلاص في القاع بتاع الحله. طيب احنا بنكمل هنا بقيه الحشو. استاذ عبد الرحمن ازيك؟ مساء الخير. سنو من فضلك كنت عايز اعرف طريقه صناعه السجق الاسكندراني. السجق ناس قالوا لي حط عليه بهار وما يطلعش زي يعني مش طبخه، لا صناعته. اعمله ازاي في البيت؟ اوكي، تحشيه ازاي صح؟ نعم؟ تحشي. لا مش هحشيه، الحشو الخلطه نفسها ازاي؟ لان بيقولوا يحطوا بهارات، انا مش عارف ايه، بحط بهارات ما طلعتش تمام. مش شارع انت عايز الحشوه نفسها في الهانك نفسه صح؟ بتتكون من ايه؟ اوكي حاضر. متشكرين، شكرا. اوكي بشكرك جدا، ميرسي. طيب السجق ازاي نعمله في البيت؟ وطبعا انا مع ان احنا نعمل حاجات في البيت علشان المصنعات نحاول قد ما نقدر ان احنا نبعد عنها. هقول لكم الطريقه، بس تعالوا نشوف الاول ورق البصل اللي احنا فرغناه معانا اللي هو بقى بالشكل ده. هبتدي اعمل ايه؟ هاخد هنا كده جزء كده من الحشو في النص، واخلي بالي علشان الورقه نفسها عندي ما تتكسرش. تمام، وابتدي الفها. بصوا لفه كده بالراحه خالص اهي، بقت عندي بالشكل ده خلاص. وهنرصها هنا كده عندي في صينيه. طبعا انا بفضل دايما ان احنا ما نخليش الحاجه كلها على بعض. المحشي بحب دايما تكون الحاجه مرصوصه. يعني بصوا زي ما هنا عندنا كده في الحله دي كله مرصوص معانا. مش عارفه جايه معاكم ولا لا؟ يعني اوكي نميلها خلاص بالشكل ده، تكون مرصوصه يعني افضل خلاص. لكن طبعا دول علشان شويه صغيرين فاستحاله ان هم هيكونوا مظبوطين، يعني تلاقيهم هيقعوا كده في القاع بتاع الحله. طيب بلف دي هنا كده عندي اهو بالشكل ده. قلنا هنحتاج ايه للوش؟ قلنا هنحتاج لتر من الميه، طبعا على الكميه اللي انا قلتها مش الكميه الصغيره اللي انا حطاها دي. لتر من الميه، معلقتين من دبس الرمان، بشر طماطمايه، ومعلقه من معجون الطماطم. لو انا ظابطه الملح بتاعي في الحشو نفسه مش هضيف يعني، او لو مملح شويه مش هضيف ملح خلاص. لكن لو الملح مظبوط في الوصفه دي يبقى انا هضيف سنه ملح صغيره في الميه. خلي بالنا برضو من النقطه دي، مهمه قوي. طيب نشيل بقى الحاجه دي، نخلي ده هنا كده. ونجيب عندنا الميه، ننزل هنا كده معجون الطماطم اهي خلاص. وهاخد كمان عندي بشر الطماطم، بشر الطماطم وايه ودبس الرمان. ابتدي اشغل عليها النار واخليها لحد لما تبتدي تغلي. اول ما تغلي كده يعني تغلي بالظبط كده غلوتين، وابتدي ان انا اهدي النار واخليها على نار هاديه. يعني انا الحله اللي عندي دي على نار هاديه تماما دلوقتي اهي، شغل كده عليها النار. يبقى دي كده المحشي. طيب تعالوا نقول على السجق الاسكندراني ازاي نعمله. اولا هنجيب الهانك خلاص من الاماكن اللي هي اصلا بتبيعه، ولازم يكون انضفه كويس جدا بميه ودقيق وملح وخل، ينضف كويس قوي. وبعد كده الحشو، ايه الحشو عباره عندي عن ايه؟ هجيب كيلو من اللحمه المفرومه حسب طبعا بقى كميه الهانك اللي عندي، بس هنقول المقادير على كيلو لحمه مفرومه. هنضيف عليها ايه؟ اولا انا بحب ان انا افرمها ناعم شويه، يعني اللي حابب يفرمها ناعم تمام. ممكن احط معاها بابريكا او ممكن احط كمان معاها ثمره بنجر مسلوقه، بس افرمها ناعم دي ليه؟ علشان تديني اللون. ناخد مدام نوره الاول. ازيك؟ ازيك يا قمر؟ ازيك، اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ تمام يا قمر.
انا بحب اتفرج على حضرتك قوي. ربنا يخليكي، شرف ليا. والشيف محمود عطيه الصراحه. استاذي طبعا. بقول لحضرتك ايه؟ تحت امرك. انا تلميذه خايبه. ليه كده؟ في البقسماط. في ايه؟ امبارح جوزي كان تعبان شويه، مش قادر ينزل ومش عايز ينزلني بالليل، فقلت اعمل وريتني ما كنت عملت، طلع طوبه المره الثانيه. عملتي ايه؟ البقسماط. البقسماط، اوكي. مرتين اعمله يطلع طوبه. مش عارفه اعمل ايه. نقول لك على طريقته، حاضر. وحياتك مش اول درجه الحراره وكله علشان انا، وما رضيتش ادهنه بالبيض عشان هو كان تعبان. عشان انا مش عارفه اعمله خالص. من عينيا الاثنين، حاضر. يا ريتني. وطلبته من السوبر ماركت جاب لي بقسماط ناعم، قلت والله لا اعمل. قعدت اتفنن، رحت في داهيه، عملته قلبته بقسماط بتاع ده البفتيك بدل ما ارميه خساره. لا طبعا هينفع يعني. حاولت اتصل بالشيف محمود عطيه ما ردش عليا. اوكي. ما انقذنيش. هقول لك حاضر على الوصفه، حاضر. طيب بشكرك جدا، وفاصل سريع جدا وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وهنقول دلوقتي على وصفه الجنود الست هنعملها، او اصابع الجلاش، وبعد كده هنكمل بقيه وصفه السجق بالمكان. طيب اول حاجه عندي باكت من الجلاش خلاص، وعندي كريمه. الكريمه دي عندي عباره عن ايه؟ عباره عن علبه من الزبادي الصغيره، عندي حوالي 4 معالق من النشا او من الدقيق او 3 معالق، وعندي فانيليا خلاص، عندي فانيليا، وعندي 2 كوبايه لبن. تاني 2 كوبايه لبن و3 معالق من النشا او من الدقيق او دمج ما بين الاثنين، وعندي علبه صغيره من الزبادي، عندي فانيليا. اللي حابب يضيف سكر ممكن اضيف 4 معالق، اللي مش حابب ونكتفي بالسيرب الخارجي اللي على الجلاش ممكن جدا. بصوا اول حاجه هنزل هنا بالنشا وبالزبادي، لازم اقلبهم مع بعض كويس جدا. بصوا هنقلبها ازاي، نخليها شويه كريمي، وبعد كده نقلب معاها اللبن اهي. بصوا هنا بيندمج عندي ازاي النشا اهو مع الزبادي جنود الست. اوكي اهي خلاص بالشكل ده. بصوا بقت كريمي ازاي، ليه؟ علشان الزبادي ما يفصلش معايا في الوصفه اهي. طب ليه حاطين زبادي اصلا؟ ممكن نعملها من غير زبادي، ممكن جدا، بس طعمها مختلف خالص بالزبادي اهي بالشكل ده كده. هبتدي انزل كده بكوبايه اللبن، اقلبها كويس، وبعدين انزل بالكوبايه الثانيه خلاص. واحنا بنقلب كده هنقول على السجق. السجق قلنا كيلو من اللحمه المفرومه، ممكن احط بابريكا، وممكن حته من ثمره بنجر صغيره علشان اللون، او بلاش بنجر خليها بابريكا. بهارات، وعندي كمان كبه صيني، وعندي قرنفل، عندي جوز الطيب، ملح وفلفل، وهجيب حوالي 5 ثمرات من الثوم من الفلفل الاحمر، وبفرمه ناعم جدا خلاص، بيديله طعم حلو قوي. وكمان بصلايه كبيره وفصين من الثوم. اقلب كل المكونات مع بعض كويس قوي، وبعد كده ابتدي ان انا احشي، واحط شويه بقى ميه صغيرين علشان يتحشي معايا بسهوله في الهنك. يعني نبتدي ننزل شويه ميه خفيف كده في خفيف لحد لما تحسوا ان هي بقت عجينه نقدر ان احنا نحشيها في الهنك بتاعنا. بصوا هنزل هنا كده ايه على النار خلاص، وانا بقلب كده علشان ما يكتلش معايا اهي. عليها فانيليا. في حاجه بقى، اللي حابب يضيف ماء زهر فممكن يضيف هنا، واللي حابب يضيفها في السيرب، انا عن نفسي ضفتها في السيرب، يعني احبها في السيرب اكتر خلاص. يبقى انا هنا عندي علبه زبادي صغيره، 3 معالق من النشا، 4 معالق سكر لو حد حابب، كوبايتين من اللبن سواء خالي الدسم او كامل الدسم، فانيليا طبعا او ماء زهر اوكي. وهيكون بعد كده عندنا فاضل كمان عندنا السيرب اهو. السيرب عندي اهو بالشكل ده. ده عباره عن، عشان طبعا لازم يكون بارد، كوبايتين من السكر، كوبايه من الميه، عصير نص ليمونه صغيره، وعندي كمان معلقه ماء زهر دي بنزل بيها في الاخر خالص بعد ما بطفي النار. تاني كوبايتين من السكر، كوبايه ميه، عصير نص ليمونه، وماء زهر معلقه واحده في الاخر خلاص اهي. بقلب كده المكونات دي عندي هنا كده ايه على النار. الكهرباء مش شغاله بتاعت البوتاجاز. الكهرباء اوكي. ام ميشو ازيك؟ ام ميشو بخير بسمع. ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ بخير يا انا حبيبتي. اول مره اتواصل مع حضرتك، بس بعزك جدا. ليا الشرف طبعا. ربنا يخليكي وتسلم ايدك على كل حضرتك بتعمليه. تسلمي لي، تحت امرك. ربنا يسعد ايامك يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي. وليكي بسمه مميزه. ربنا يخليكي، ده عينيكي اللي حلوه والله. ربنا يخليكي يا سيف.
كنت عملتي حضرتك مره شكلمه وعملت المقادير بتاعت حضرتك. تمام. بس طلعت ناشفه مني. ناشفه؟ اه. زودتي جوز الهند؟ نعم، جوز هند كوبايه ومعلقتين دقيق وبياض بيضتين وذره ملح وفانيليا. تمام. فطلعت ناشفه مني، فمش هقولك. عارفه، والحراره 170. تمام. خفقتي البياض كويس جدا لحد جدا، ما ايوه يكون. زي ما حضرتك عملتي. تمام. بس طلعت ناشفه. ممكن حضرتك تقولي لي ايه السبب؟ حاضر هقول لك حالا. ربنا يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك لو اتفضلي. المحشي اللي حضرتك عملتيه تمام. لورق العنب ممكن يتحط بدبس الرمان؟ طبعا بيبقى هايل جدا. ربنا يخليك يا سيس، وسعيده اللي كلمت حضرتك. ميرسي يا حبيبتي. منوره الدنيا يا سيس. بنورك، ربنا يخليكي يا رب. باي باي يا حبيبتي. مع السلامه يا ست الكل، بشكرك جدا. طيب هنحضر هنا كده عندنا الاطباق بتاعتنا. بصوا بقى، هناخد 4 ورقات. هنعمل ايه في ال4 ورقات دول؟ عندي هم ورقتين، اوكي، وعندي ورقتين تاني. تمام. خلاص بصوا هعملها كده بلس كده. خلاص، ورقتين من هنا ودول برضو ورقتين. طيب هنعمل ايه؟ هناخد كده معلقه من الكريمه في النص اهي، وهجيب دي هقفل عليها اهي بالشكل ده، وهجيب دي كمان واقفل عليها كده بالشكل ده، اوكي، وابتدي هنا الفها اهي. شايفين سهله ازاي؟ وتحسوا ان هي مرتبه كده. احنا لسه هنعمل كتير. انا هنا بس موطيه على، جيب بس شويه بس من الميه اوكي. طيب وناخد هنا كده زي ما قلت لكم 4 ورقات، ورقتين ورقتين عكس بعض بلس كده اهي بالشكل ده. طبعا لازم تكون الكريمه بتاعتي تكون بارده اهي. خلاص، واخد دي هنا كده. طيب الشكلمه موميشو، المفروض ان احنا نخفق البياض كويس جدا علشان يديني الكميه اللي تكفي الكوبايتين بتوع جوز الهند، ولازم جوز الهند يكون ناعم جدا. تمام. ممكن يكون المعيار نفسه اللي انت عملتيه ممكن في حاجه زادت منه، او ممكن يكون البياض البيضتين ما اتخفقوش كويس او حجمهم صغير اهي. بصوا شكلها اهي. طبعا قبل ما نقليها لازم نقفل الاطراف بتاعتنا دي بنقطه كده من الميه، عشان كده جبت جنبي هنا طبق معايا فيه ميه. ليه؟ علشان ما تفتحش معايا في الزيت. طبعا هنحتاج عندنا زيت بالقلب، للي حابب طبعا ان هو يدخلها الفرن ممكن جدا يدخلها الفرن مع رشه زيت صغيره او مع دهان سمنه خفيف وتدخل الفرن. للي مش حابب يقليها اهي بالشكل ده. طبعا هيكون عندي فستق وهيكون عندي كمان كريز ده للتزيين. نعمل كده كام واحده كمان ويبقى كفايه اهي. دي هنا 3، خليها زي اخواتها اهي. طبعا لو عندنا اي جزء مقطوع نقدر نداريه في الجزء اللي هو بيكون ملفوف من جوه اهي. وهبتدي اقفل دي كده بالشكل ده. زي ما احنا شايفين ان هي سهله وبسيطه. نقدر نحشيها ايه تاني؟ نقدر نحشيها مكسرات زي ما انتوا حابين، كاستر زي ما تحبوا برضو. اوكي اهي بالشكل ده كده. احنا كمان مولعين على الزيت علشان نحمرها على طول. طبعا احنا مش محتاجين اي حاجه غير ان هي تاخد بس لون ذهبي حلو، والسيرب بتاعي يكون بارد اهي. مدام سوسن ازيك؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا بس؟ ازيك يا ست الكل؟ يعني انا ينفع يعني اقعد على التليفون ده كله؟
مش ذنبي والله، والله ما ليا ذنب. ماشي ولا يهمك. اوكي، تحت امرك. بقول لك ايه، انا دلوقتي جبت المكرونه اللي هي الكانوليون، اللي هي المواسير الصغيره دي. اوكي. تمام. كانيلوني. عايزه الكانيلوني، تمام. المكرونه، علبه المكرونه الكانيلوني. تمام. عايزه ليها حشوات تانية غير العصاج. حاضر. تقولي لي على حشوات تانية ليها. عينيا الاثنين. اوكي. ليكي اي سؤال تاني؟ وفي سؤال تاني لو سمحت. انا عندي جايبه اكياس عجوه اللي هي البيوريه. اللي هي يعني طريه. تمام. تمام. دي اقدر اعمل فيها ايه علشان احشيها في المعجنات؟ عايزه وصفه ليها؟ لا مش وصفه، يعني انا اعمل فيها ايه عشان احشيها في المعجنات؟ حاضر. يعني اعملها على النار ولا احشيها منها، يعني اطلعها كده من الكيس احطها ولا ايه بالظبط؟ فهمت حضرتك. هي طريه بيوريه خالص. اوكي حاضر. تمام. اوكي تمام. وتسلم ايديك على اللي انت بتعمليه. ميرسي يا ست الكل، تسلمي لي يا رب. شكرا يا حبيبتي. السلام عليكم. بشكرك جدا مدام سوسن. ممكن نحشي الكانيلوني ايه؟ ممكن نحشي فراخ مفرومه زي العصاج بالظبط، ممكن احط فيها باربيكيو، ممكن تكون جبنه وسبانخ، جبنه وريحان، كل الحاجات دي بيكون طعمها حلو جدا. ممكن خضار متشوح على النار ويكون مفروم ناعم زي مشروم مع فلفل مع جزر مع بصل، برضو بيكون طعمه حلو جدا. طيب بصوا هنعمل ايه هنا. هاخد كده نقطه صغيره كده من الميه اهي، بصوا بالشكل ده خلاص، واقفلها كده اهي. بصوا تاني اهو، ناخد الطرف ده بسنه كده من الميه اهي، دي ميه وممكن تكون ميه بشويه دقيق صغيرين. اوكي اهي بالشكل ده كده تمام، مفيهاش اي حاجه خالص، بس عشان تكون مقفوله معانا اهي. ناخد دي معموله، ناخد دي اهي بالشكل ده. مدام ماجده ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام بدر؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ بخير يا ست الكل. انا بشكرك على كل حاجه جميله بتعمليها. ميرسي، تسلمي لي يا رب. والله انا عملت الفطائر اللي هي بالتفاح والقرفه دي، طلعت جميله جميله جميله. الف هنا يا حبيبتي. الله يخليكي. بس ممكن نحشي بدال الجبنه الكريمي نتن زبده؟ زبده مكان الجبنه؟ طبعا ممكن يعني. اعملي طبعا. طبعا دي جميله. يعني لو عايزه زبده زياده ماشي. احنا ندهن الصينيه اي حاجه واحنا بنحطها فيها. الايه؟ بندهن الصينيه اي ماده دهنيه واحنا بنحطها. استاذيك بس تعلي صوتك شويه. بقول لحضرتك احط حاجه في الصينيه علشان خاطر لزقت مني شويه، بس هي طلعت جميله قوي. لزقت منك شويه. طب انا هقول لك، لو ما عندكيش سيليكون يبقى ورق زبده، او ان انت تدهنيها ببسيط من الزيت. اصل انا ما دهنتش لان انا فردتها على دقيق. على رشه دقيق كده، فانا فكرت ان الدقيق ده هيحميها. ما الدقيق كويس، الدقيق مش بيخليها برضو فعلا ان هي يمكن يكون البيض يا مدام بسمه نزل مني، لزقت وانا بدهن الوش بيض. البيض فعلا لما بيقع على الصينيه طبعا بيلزق. ممكن، بس هي طلعت جميله جدا. الف هنا يا حبيبتي. الله يخليك، متشكرين قوي يا شيخ. تسلمي يا ست الكل، تسلمي. ممكن بقول لحضرتك ايه، ممكن نعملها واحده بس. واحده بس ازاي؟ واحده كبيره، فطيره كبيره. ممكن طبعا تسويها زي ما هي وبعد ما تستوي تقطعيها. مش ده قصدك؟ شكرا. ممكن جدا. بشكرك جدا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا انا هنا موطيه على اللبن عشان ما يتسعش مني الكريم، عشان عايزه اركز برضو اكتر في القلي اهي. هتبتدي اهي معانا. بالنسبه للعجوه المفرومه، ومدام سوسن ما كلمتنا، انت بتخليها على النار مع معلقه زبده او معلقتين كده من الزيت، وعلى نار هاديه قوي، بتبتدي ان هي تنعم معاكي وتبقى بوريه ناعمه قوي، تكون سهله في الفرد معاكي في اي وصفه. تمام. الزيت بس يسخن شويه كمان. احنا ممكن نبدل اماكن. خلاص احنا شفنا خطوات الكريمه، فانا مهم عندي ان احنا نقلي اكتر من الكريمه ان هي تكون جاهزه معانا، ان احنا اوريدي شفنا الخطوات ازاي، وكمان كانت معانا اللي هي المعموله متجهزه وبارده. بس هي هنا بدات اهي تتكثف معايا اهي، بدات تتكثف. لما تبتدي تتكثف ابتدي ان انا اقلبها كويس بقى علشان ما تكتلش معايا اهي.
تمام بالشكل ده. فكركم تاني ان هي كانت كوبايتين من اللبن وعلبه زبادي صغيره وحوالي 3 معالق من النشا. اللي حابب يضيف سكر يبقى هنضيف حوالي 3 4 معالق من السكر، علشان في لسه عندي سكر بتاع السيرب الخارجي للجلاش نفسه اهي. بصوا هنا بدات تتكثف معايا ازاي اهي. بس عايزه اقول لكم الزبادي فيها تحسوا كانكم بالظبط ضايفين معاها كريمه اهي. بصوا الكثافه بتاعتها اختلفت اهي خالص اهي. بقت عندي بالشكل ده جاهزه. لازم نفضيها في حاجه، في طبق مثلا غويط او علبه، واخليها تبرد وبعد كده ادخلها التلاجة علشان تكون جاهزه معايا للحشو اهي بالشكل ده كده. خليها بقى هنا كده ايه على جنب. طيب وعندنا اهي الجلاش، ننزل دي كمان اهي. وعقبال ما ياخد معايا لون عايزين نعمل ايه؟ عايزين نقول على مقادير كباب عراق. مقادير كباب عراق هي مش لحمه قطع، لا دي عندي لحمه مفرومه. خلاص اللحمه المفرومه دي هتكون عندي حوالي نص كيلو. طبعا بتضاعفوا الكميه، جالي سؤال على مضاعفه الكميه. اي حاجه تعجبكم عايزين تضاعفوا الكميه بتضاعفوا كل حاجه فيها. طيب عندي لحمه مفرومه، عندي هنا بقدونس، عندي كمان بصلايه مفرومه، وعندي معلقتين من دبس الرمان، عندي طماطمايه مكعبات، وعندي كمان فلفل مكعبات، وعندي كمان بصل اخضر وبيضايه اهي البيضايه. خلاص ملح وفلفل وبهارات وقرفه وكاري. تمام خلاص. ودي هنا كده عندي على النار. اوكي طيب تعالوا بقى نقلب كل المقادير دي مع بعض. فيها مقدار تاني، ايه المقدار التاني ده؟ هو دقيق. احط حوالي كوبايه من الدقيق. بصوا هنا الاول هنزل كده، وادي الثوم وادي الفلفل. نقول المقادير مع بعض تاني واحنا بنحطها. انا ضفت بصل اخضر وثوم وفلفل، طماطم وبيضه، وعندي بقدونس اهي خلاص، وعندي كمان هنا البصل. ونيجي بقى ملح وفلفل وبهارات وكاري وكركم. ملح وفلفل وبهارات وكاري وكركم وفلفل، ادي الفلفل خلاص، وكمان البهار خلاص. هناخد بهارات وناخد كمان عندنا سنة قرفة بتديها طعم فظيع خلاص، وعندنا كمان كاري وكركم. دي مقادير البهارات اللي عندنا. وناخد بعد كده بقى عندي اللحمة المفرومة، وننزل كمان بدبس رمان. بصوا بقى هنعمل ايه هنا. محتاجة بس هنا جنبي مية، نشوف بس هنا اللي معانا ده على النار. طيب بصوا بقلب كده كل المكونات معايا مع بعض اهي بالشكل ده. اللحمه، البصل الاحمر، البصل الاخضر، الطماطم، الفلفل، البيضه، دبس الرمان، ملح، فلفل، بهارات، قرفه، كاري، كركم اهي. بصوا بقى هننزل بقى هنا بالدقيق، كوبايه من الدقيق اهي. طبعا البيضه ممكن دلوقتي حد يقولي طب ما هو الدقيق هيدي شويه كتمه للحمه. لا، البيضه اللي فيها تديها سنه من الهشاشين من جوه تخليها مظبوطه. وحاجه تانية ان احنا دلوقتي هنعمل ايه، حوالي نص كوبايه من الميه بتربط مع الدقيق، بيكون عندي خليط يعني لزج شويه اهي. بصوا اهي. سماح ازيك؟ ايه يا بسومه؟ ازيك يا سماح؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ بخير يا قمر، انتي اخبارك ايه؟ الاخبار كويسه؟ تمام الحمد لله. تسلم ايدك على اللي بتعمليه. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. وانا بره مش شايفاكي بس برضه تسلم ايدك. ايه ده بجد؟ ما بتتفرجيش علينا ليه؟ ايه؟ ليه مش بتتفرجي علينا؟ انا بره بقى النهارده بنخرج كده شويه. يلا اجازه سعيده. الامتحانات طلعت عينينا قلنا نفك شويه. اجازه سعيده يا سماح. طبعا بشكرك ان انت بره ومهتميه ان انت تكلمينا. الله يخليكي يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي يا رب. بكره في الاعاده طبعا ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. اوكي
اوكي، بشكرك جدا يا سماح. طيب عملنا كده الخليط خلاص اهو معانا، اللي هو كان عباره عن ايه؟ احنا نزلنا بكل المقادير اللي احنا قلنا عليها دي، ومعاها كمان كوبايه الدقيق ونص كوبايه من الميه. خلاص اهي، لحد ما بقى عندي خليط بالشكل ده. احنا محتاجين معلقه هنا تاخد بس كده لون، بنقلبها علشان كله ياخد لون متقارب معانا من بعض اهي بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هنطلعها هننزلها في السيرب. بعد ما نطلعها وننزلها في السيرب هنقلي الكباب ده. حد يقول لي ينفع في الفرن؟ لا، دي مش هتنفع في الفرن، دي تتقلي علشان تبقى حلوه. خليط الدقيق والميه اللي احنا عملناه مع بعض ده بيديها شويه كريسبي من بره وتكون طريه وهشه جدا من جوه. مقاديرها حلوه اعتقد وقريبه من الكفته تقريبا، البانيه اللي بنعملها. بصي دي كده خلاص معايا. اعمل ايه هنا بقى؟ اطلعها على السيرب على طول. المقادير طبعا معانا على الشاشه. نصفيها كده كويس. خلاص، وابتدي اجي هنا عندي اعمل ايه بقى؟ نجيب وهو الزيت بقى كده لسه ايه سخن، بس حابين بس نشيل الحاجات اللي على الجوانب دي. نشيل كده الحاجات. طيب هبتدي هنا بصوا بشكل عشوائي خالص، مش شرط ان هي تكون، يعني الكباب بيكون دايما مش قطع متساويه، فهي باي شكل عشوائي اهو بالشكل ده في الزيت اهي. تخيلوا بقى القيمه اللي فيها من الخضار والطعم بقى، يعني مش قيمه بس، ده كمان ايه طعم اهي. اوكي بالشكل ده كده. الو. ايوه مدام سوسن. ايوه بس معلش انا نسيت اسالك عني على حاجه. قولي لي يا حبيبتي. الكانيلوني ده اسلقها زي المكرونه عادي ولا تتعمل نيه؟ حاضر هقول لك. وبالنسبه برضه للعجوه ينفع احط فيها لوز او فستق او كده وهي يعني وانا بعملها على طبعا طبعا. وقرفه وكده يعني؟ طبعا قرفه اساسي مع العجوه. اوكي. لكن ممكن احط مكسرات معاها عين جمل او فستق او كده. تمام. لوز، عين جمل، بندق، زي ما انت حابه. احشي بيها المعجنات وكده عادي. بالظبط. تمام. بس قولي لي بقى على المكرونه. من عينيا الاثنين. حاضر. ربنا يخليك. بشكرك جدا يا ست الكل. طيب نطلع بس دي هنا كده لحد لما يعني تتصفى بس شويه، وبعد كده نقدمها عندنا في الطبق. لكم طعمها بيبقى رائع جدا مع ماء زهر اللي في السيرب اللي عندي. نجيب بقى هنا دي كده اهي. خلينا الزيت برد معانا شويه، خلينا بقى نقدم ده عقبال ما الزيت يرجع يسخن معانا تاني. طيب ناخد دي بقى هنا كده. عندي طبعا فستق
وعندي كريز. خلاص. واجيب عندي ايه بقى؟ الفستق. ايوه. ناخد كمان. ليه؟ عارفاهم. عارفاهم. ايه ده؟ كريز؟ ده كريز والله. طيب اهي، بصوا بنقلبها كده. طبعا الزيت كان بارد معانا شويه في الاول اهي. طيب عقبال ما ايه بقى؟ لا عندنا خس، عندنا خس. طيب نقدم بقى المحشي اللي استوى معانا، طبعا مش اللي احنا عملناه على الهوا. اوكي اهي. خلاص نقدم بقى الطبق ده كده هنا، نخلي ده هنا كده عندنا. نجيب بقى الحله دي، ما اقدمش الطبق. طيب نجيب بقى هنا ايه؟ بصوا البصل اهي، ادي محشي البصل بالشكل ده. طبعا شفنا ازاي بنفك الورق بتاع البصل. مش قادره اقول لكم الايه. ايوه المقادير موجوده. خلاص. طبعا انه يعني عايزين نرص يعني، فبالتالي نتحمل السخونيه بتاعه. طيب ما هو نشوف كده الكباب كده معانا على النار، يعني سنه كده صغيره، ونطلعها علشان ننزل كميه غيرها. خلاص. اهي. وناخد طبعا ده فلفل ده هنا. اوكي. هنجيب كمان كوسه هنا. طبعا الشتاء يعني محشي اهي. طيب خلينا بقى نضم دول كده، كفايه كده. خلاص. ونعمل ايه بس هنا؟ هنضف الطبق اهي. هنشيل دلوقتي الكباب عراق معانا. اوكي اهي. بصوا شكلها ولونها اهي. خلاص. وناخد كمية تانية برضو نحمرها معانا. هو زيت بقى لسه بقى سخن كده شوية بالشكل ده. اطباق لو دقتوها هتحسوا ان هي طعمها مختلف خالص عن الحاجات اللي احنا بنعملها. يمكن تكون المقادير متشابهه بحاجات كتيره بنعملها، لكن هتلاقوا طعمها مختلف.
مدام سوسن، بالنسبه للكانيلوني تسلقيه ولا ما تسلقوهوش؟ انت ممكن تعملي البشاميل لو خفيف مش هتسلقيه، خلاص انت هتحطي بس الحشو وترصيها عندك في الطاجن وتخلي البشاميل خفيف قوي. لو هتسلقيه هتخلي البشاميل عندك يكون سميك شويه. يعني الاختيارين بالنسبه لك، شوفي انهي ممكن افضل او اسرع بالنسبه لك وممكن تعمليه. اهي بالشكل ده. واعمل ايه بقى هنا؟ نجيب ايه، ننضف بس كده مكاننا. ونشوف نحاول بقى ايه نغرف اللي عندنا اللي هي اللي استوت معانا، مع خس بقى، سلطه، سلايزات، زي ما انتوا حابين من الخضار زي ما تحبوا. اهي بالشكل ده كده. خلاص ونخلي ده نكمل فيه باقي. وناخد عندنا هنا كده حابه نكسر شويه اللون كده بشرايح من الطماطم. طيب نشوف بس اللي على النار برضو. خلاص يبقى دي كده كانت عندنا دي نودل ست، وعندنا كمان المحشي. نشيل بس الحاجات اللي احنا مش محتاجينها دي. يعني نشوف بس عندنا كده اللي على النار لسه طبعا بياخد شويه وقت لانها في الاخر لحمه، وعلشان تبقى مستويه كويس من جوه. خلاص اهي زي ما تحبوا. خلاص دي كده ايه شايفين شكل المحشي بيقول لكم يلا بقى يعني نعمل محشي في الجو ده. اوكي اهي. خلاص عايزه افكركم تاني بس سريعا بالخلطه بتاعه المحشي اللي ما كانش حاضر معانا من الاول، ان هي كانت نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليها حوالي كوبايتين من الرز المصري او البسمتي او كوبايه ونص، 2 بشر طماطم و4 معالق من معجون الطماطم، بصلتين كبار مفرومين، معلقتين من دبس رمان، ملح، فلفل، بهارات، كاري، كركم، نعناع، حبهان. خلاص بقلب كل المكونات كلها مع بعض، وحوالي 3 معالق كده من الزيت. قلب كل المكونات كلها مع بعض ونبتدي نحشي بيها المحشي بتاعنا. نسقيها بايه؟ حوالي لتر من الميه او الشوربه لو متاح عندنا، شوربه فراخ، شوربه لحمه، عليها معلقتين كمان من دبس رمان، وعليها كمان 2 بشر من الطماطم، ومعلقه او معلقتين من معجون الطماطم. دي كده على الوش علشان تديها طعم. اللي حابب يضيف عندنا شرايح من البصل، شرايح من البطاطس، شرايح من اللحمه في قاع الحله بتاع المحشي، تبقى طعمها بجد رائع. اوكي طيب دي معانا اهي على النار. خلاص عقبال بقى ما تستوي على النار اقول لكم يعني اشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع الجاي، ويكون ان شاء الله يا رب، اتمنى تكون الاطباق عجبتكم، وان شاء الله تلاقوا الوصفات عندي والفيديو على صحي ومفيد مع بسمة تباع. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله على الف خير.